وهنا تحيه لدكتور الاسنان اللي فاهم شغله كويس. الحكايه النهارده من العياده عن بتشتكي ان طفلها بينام بالليل بيشخر وهو نايم، مناخيره مرشحه طول الوقت، واغلب الوقت بياخد نفسه من بقه وهو نايم. الطفل كان عنده مشاكل في الاسنان، راح عند دكتور اسنان وبص عليه وطلب منها ان هو الطفل محتاج يعمل تقويم، وقبل ما نعمل اي خطوه في التقويم هيتعرض على دكتور انف واذن الاول. ليه يا دكتور؟ عشان يستبعد وجود لحميه خلف الانف. الام جايه مستغربه بتقول ايه علاقه ان الواد حتى لو عنده لحميه ان هو يكون عامل مشكله في اسنانه؟ الرسالة اللي حابين نوجهها النهاردة هي رسالة شكر لدكتور الأسنان اللي فاهم شغله كويس، والرسالة اللي حابين نوجهها للأهل إن لو في مشكلة في نمو الفك العلوي أو الأسنان الأمامية، أسنان الطفل راكبة على بعضيها، دكتور الأسنان ممكن يطلب من الطفل إن هو يتعرض على دكتور أنف وأذن عشان يستبعد وجود سبب للحمية. ليه؟ لأنها بتأثر على نمو عظام الوجه عموما. لو كان الطفل فاتح بقه وأغلب الوقت بتأثر على نمو الفك العلوي وممكن تعمل مشاكل في الأسنان. قبل ما الدكتور هيطلب منك ان هو يعمل تقويم، هيطلب منك الاول ان هو يتعرض على دكتور انف واذن. تحيه لكل واحد فاهم شغله كويس.